You. I can explain. طيب قبل اي حاجه، لو انت مش عايز يتحرق عليك اي حاجه عامه في الموسم الثاني من مسلسل بيس ميكر، فبلاش تتابع الفيديو ده، علشان خاطر انا هحلل الاعلان واتكلم براحتي شويه. غير كمان ان في مشهد فعلا نزل من المسلسل ده. المسلسل على العموم فاضل له تقريبا اسبوع بالكتير قوي وهيتعرض، واللي هو هيبتدي من يوم 21 الشهر ده. طيب تاني حابب اقول ان المسلسل ده للكبار فقط، فانت هتلاقي فيه حاجات مقرفه وحاجات يمكن برضه مش حابب ان انت تتفرج عليها، وده طبيعي جدا. يعني كده كده شفنا حاجه زي دي في الموسم الاول، وبرضه هنشوفها وهتكون اكتر برضه من الموسم الاول. والموضوع مش كده في الكوميكس، لان شخصيه بيس ميكر في الكوميكس مختلفه تماما عن اللي بيقدمها جيمس جان. في كل الاحوال خلينا نخش في الموضوع على طول. طبعا الاعلان انا هسيب فيه حوالي 15 سنه مش هتكلم عنهم، لان اللي اتفرج على الاعلان عارف بالظبط انا مش عاوز اتكلم عن ايه. بس في كل الاحوال الموضوع هنا بيوضح لك ان شخصيه بيس ميكر من الاخر اول، يعني ثنائي الجنس عامة. يعني حاجة زي دي جيمس جان وضحها قبل كده، وده يمكن الحديث اللي بيدور ما بين شخصية كريس أو بيس ميكر وكمان شخصية فيجيلانتي. طيب احنا هنا بنشوف ان في هجوم على بيت، وغالبا البيت ده هو فيه بيس ميكر، وزي ما واضح معانا من الاعلانات اللي قبل كده وكمان من القصه بتاعت الموسم الثاني، ان منظمه ارجوس هي هتحاول بقدر الامكان ان هي تمسك شخصيه بيس ميكر. ولحد دلوقتي مش متوضح الاحداث دي بتدور في العالم السينمائي القديم ولا العالم السينمائي الجديد اللي المفروض يوصل له بيس ميكر. بس اللي واضح معانا لحد دلوقتي ان كل الكلام ده المفروض هيحصل معانا في العالم السينمائي الجديد. على العموم احنا بنشوف هنا ان منظمه ارجوس بتستعد فعلا للهجوم. غير كمان ان احنا بنسمع بعد كده ريك فلاك سينيور بيقول ان احنا محتاجين نلاقي بيس ميكر. طيب احنا بعد كده بنشوف ريك فلاك سينيور بيشرح لاعضاء بعض المنظمه، ودي على الشاشه اللي قدامه، وزي ما احنا شايفين ان الشاشه دي بتوضح صوره يعتبر من الغابه، وبعدها بيجيب سيره ليكس لوثر. وده ليه؟ علشان خاطر بيوضح ليهم ان شخصيه بيس ميكر هي فعلا بتمتلك نوعا ما من البوابات البعديه، وده بالفعل نفس السيناريو اللي كان بيحصل مع شخصيه ليكس لوثر في فيلم سوبرمان. حلو الترابط ده على فكره. ولسه زي ما قايل لك في اخر فيديو بتاع اخبار، قلت لك ان شخصيه ليكس لوثر هتكون فعلا شخصيه مهمه في عالم الدي سي يو. يعني هي مش هتكون مثلا متوقفه مع شخصيه مثلا سوبرمان فقط في الاعمال بتاعته، لا ده على كلام كده بيتر زعفران اللي هي فعلا هتظهر معانا كتير في عالم الدي سي يو، او حتى هيتم التلميح عنها. ودلوقتي اهو فعلا بنشوف من اعلان بيس ميكر الموسم الثاني التلميح حوالين شخصيه ليكس لوثر. مش مستبعد ان هي ممكن تظهر معانا مثلا في اخر المسلسل ده. فعلى العموم ريك فلاك سينيور وهو بيشرح الموضوع بنشوف فعلا بيس ميكر وهو ماسك حاجه كده بيفتحها، وعن طريق الشيء ده تقريبا بيبتدي فعلا يصنع بوابه بعديه. لانك لما تيجي تركز مع اللقطه دي واحده واحده هتكتشف ان الجدار اللي واضح قدامك بيبتدي ان هو يتغير فعلا تدريجي. من الواضح كده ان بيس ميكر فعلا هيفتح البوابه البعديه دي بعد ما يقدر يهرب من منظمه ارجوس. لانك لو خدت بالك او راجعت كل الصور او حتى الاعلانات اللي نزلت قبل كده لبيس ميكر الموسم الثاني، هتلاقي ان دايما شخصيه كريس او بيس ميكر لابس فعلا القميص ده وبيحاول يهرب من منظمه ارجوس. طيب انت هنا في اللقطه دي لما تيجي تشوفها هتلاقي فعلا ان هو موجود زي ما يكون في بيت قديم، وحاجه زي دي هي واضحه اصلا على خيوط العنكبوت اللي موجوده في السقف اللي وراه. علشان بعد كده اول ما فعلا بيبتدي يفتح الشيء اللي بيستخدمه، او مثلا نقدر نقول عليه جهاز البوابات البعديه، بيبتدي ان هو يحول المكان لمكان تاني حرفيا. كمان ريك فلاك سينري بيوضح للناس اللي قاعده ان انتوا مش فاهمين مدى اهميه الامر ده فعلا بالنسبه للعالم. يعني موضوع البوكيت يونيفرس او البوكيت دايمنشن ده مش حاجه فعلا بسيطه، الموضوع فعلا مهم جدا وخطير برضه في نفس الوقت. واعتقد ان احنا شفنا الخطر بتاعه في فيلم سوبرمان. اللي بيلفت انتباهي هنا الشخص ده، وهو سيدني هيبرسون اللي ظهر معانا برضه في فيلم سوبرمان، واللي كان برضه من اتباع او شغال مع ليكس لوثر. انا بصراحه كنت مستغرب شويه، طب إيه بيعمل ايه مثلا مع منظمه ارجوس او مع ريك فلاك سينيور، لدرجه ان انا شكيت ان هو ما يكونش اصلا نفس الشخص، ولكن واضح وضوح الشمس ان هو فعلا نفس الشخص. طيب بيعمل ايه هنا بقى؟ ده بقى السؤال المهم. بما ان الشخص ده هو كان شغال مع ليكس لوثر، فاذا هو عنده خبره كبيره جدا في البوابات البعديه. وبما انه عنده خبره كبيره، وبما ان برضه ريك فلاك سينيور هو رئيس منظمه ارجوس وعاوز يمسك بيس ميكر وكمان يحاول يقفل البوابات البعديه، يبقى اكيد هيحتاج شخص فعلا عنده خبره. فبالتالي ده السبب الوحيد اللي عن طريقه يستعين فعلا بشخصيه سيدني هيبرسون. الا واذا بقى في سبب تاني ممكن يتوضح معانا اثناء مثلا احداث الموسم الثاني من بيس ميكر. طيب خلينا بقى نلقي نظره على البوابات البعديه اللي بيفتحها بيس ميكر من الداخل، وده اثناء ما بنشوف في شخصيه غريبه بتفتح باب من الابواب دي، واللي مش متوضح لحد دلوقتي الشخصيه دي ممكن تكون دورها ايه في الموسم الثاني. بس الواضح كده من الاعلان ده ان هي مجرد شخصيه موجوده علشان خاطر الكوميديا مش اكتر. يعني بنشوف شخصيه بيس ميكر بيقعد يتريق عليها كل شويه، هي الشخصيه فعلا جايه من بعد تاني.
على الجانب التاني بقى لما تربط الشخصيه دي مع التلميحات اللي جيمس جان قالها قبل كده حوالين شخصيه مارشي مان هانتر او حتى وايت مارشن، فده اللي يخلي الواحد فعلا يقول ان الشخصيه دي فعلا لها علاقه بمارشي مان هانتر ايا كان لو تعتبرها وايت مارشن، لان جيمس جان قبل كده كان ملمح حوالين الممثل شاكودي ان هو فعلا ممكن يرجع ولكن بشخصيه تانية، والشخصيه دي مش بشريه قوي، فهل ممكن فعلا يرجع في عالم الدي سي بشخصيه مارشي مان هانتر والشخصيه دي تكون وايت مارشن في الموسم ده، ولا عن طريقه ممكن نشوف تلميحات حوالين شخصيه مارشي مان هانتر في عالم الدي سي يو؟ كل شيء جايز، وبرضه الحاجات دي كلها هنعرف عنها تفاصيل اكتر اثناء احداث الموسم الثاني. طيب احنا هنا بقى بنلقي نظره بشكل احسن بكتير على البوكيت يونيفرس، واللي هنا بنشوف ابواب لابعاد كتيره جدا. جيمس جان اكد قبل كده فعلا ان احنا هنشوف ابعاد كتيره جدا في عالم الدي سي يو عن طريق البوابات دي، وفعلا الباب ده يمكن من ضمن البيبان دي. برضه هنا اول ما شفت البيبان اللي في البعد ده اللي بتوصلنا لابعاد تانية بصراحه فكرتني بحاجه مهمه جدا في العالم السينما القديم، وده طبعا بعيد عن الموسم الاول بتاع بيس ميكر. البيبان دي فكرتني بالجزء الاول من فيلم شازام، في مشهد معين كانوا فعلا بيفتحوا بيبان والبيبان دي بيتوصلوا لابعاد تانية. فتخيل معايا كده ماذا لو جيمس جان حب يربط فعلا شازام بعالم الدي سي يو، دلوقتي في عالم الدي سي يو موجود بيبان لابعاد تانية، وبرضه كان في شازام نفس السيناريو، حتى لو في شازام ده ما كانش مقصود، بس خليني اقول لك برضه ان حاجه زي دي تسهل فعلا عليهم الموضوع في يوم من الايام لو عايزين يربطوا ده بده. على العموم بنشوف كام لقطه ورا بعض واللي فيهم حرفيا معارك ما بين بيس ميكر وتقريبا كده الفريق بتاع ارجوس. خد بالك برضه يعني لما تيجي تركز هتلاقي نفس القميص برضه اللي انا بقول لك عليه، اللي هو من الاخر كده طول ما انت شايفه لابس نفس القميص ده اعرف ان هو بيحاول يهرب فعلا من منظمه ارجوس، واللي غالبا ممكن تكون فعلا معظم احداث الحلقات ماشيه على نفس السيناريو ده. كمان بنلاحظ ان هو كان قاعد مع ميلي هيركورت وبعد كده بنشوف فيه انفجار، وتقريبا كده منظمه ارجس مش همام مثلا ممكن تصيب مين، بس المهم عندها ان هي تمسك شخصيه بيس ميكر. اللقطه اللي بعد كده بنشوف ان شخصيه بيس ميكر بتقتل واحد بقلمين رصاص، وبصراحه اول ما شفت اللقطه دي افتكرت على طول شخصيه جون ويك. بنشوف كام لقطه ورا بعض واللي من ضمنهم برضه بتوصل للمعركه اللي هتكون ما بين بيس ميكر وكمان جودو ماستر. بعدها على طول بنشوف انفجار، والانفجار ده هو واضح وضوح الشمس ان هي من الخوذه بتاعه شخصيه بيس ميكر. في اللقطة دي الواضح فعلا ان جنود منظمة ارجوس هيقدروا فعلا يوصلوا للبوابة اللي بتوصل للابعاد التانية، واللي عن طريقها هيحاولوا فعلا ان هم يقفلوا كل البوابات دي. طيب بعد كده بنشوف ان بيس ميكر بيحضن اميري هاركورت وبيحاولوا ان هم يهربوا من مبنى بنسبه 100%. المبنى ده هو خاص بمنظمه ارجوس، لانك لو ربطت المشهد ده مع مشهد كان نزل معانا في اعلان قبل كده برضه البيس ميكر هتلاقي فعلا الموضوع واضح وضوح الشمس ان ده مبنى خاص بمنظمه ارجوس، واللي بنسبه كبيره منظمه ارجوس ممكن تكون كانت حاجزه فعلا ميلي هاركورت، وفي النهايه بيس ميكر راح علشان خاطر ينقذها. لو ركزت هنا كمان في الزي بتاع بيس ميكر هتلاقيه الزي الجديد، غير كمان اللي موجود جيت باك اللي بيخليه يطير او نقدر نقول عليها نفاسه، ودي اتلمح عليها فعلا قبل كده في الموسم الاول. اللقطه دي غالبا بعد الانفجار اللي حصل من شويه، علشان في اللقطه اللي بعدها نشوف ريك فليكس سينيور وشكله مبسوط، وغالبا علشان خاطر قدر ان هو يمسك شخصيه بيس ميكر، وحاجه زي دي كانت متوضحه برضو معانا في الاعلان اللي فات. طيب هنا بقى اللقطه دي وضحت فعلا الكلام اللي انا كنت بقوله لك من شويه، ان بيس ميكر كان متواجد في بيت قديم، واللي عن طريق البيت ده فعلا قدر ان هو يفتح بوابه بعديه، لان ده نفس المكان فعلا، وكمان واقف مع النسر ايجلي، واللي شكل ايجلي هنا فعلا هيكون متوحش جدا، وده بالفعل واضح في كام لقطه ورا بعض، واللي بنشوفه في النهايه ان هو قطع صباع شخص. طيب هنا بقى بنشوف بيس ميكر وكمان فيجيلانتي موجودين في البعد ده، واللي غالبا هم كانوا بيحرقوا حاجه معينه، ما مش معقول يعني داخلين البوكيت يونيفرس عشان خاطر يتدفوا جوه. وطبعا اثناء ما ده كان بيحصل بنشوف الكائن الفضائي بيظهر مره تانية، ومش عارف بصراحه هو كان خارج يعمل ايه بالظبط، ولكن الظاهر كده مع كل ظهور ليه في المسلسل ده هنشوف حته كوميديه شويه من بيس ميكر. على العموم هنا يمكن يكون السي جي اي بتاعه مش مظبوط قوي، ولكن ده مش موضوعنا، وده يمكن يكون اخر لقطه معانا في الاعلان، علشان بعد كده بقى نروح للقطه اللي ظهرت معانا من المسلسل، اللقطه الشهيره اللي بنشوف فيها اتنين بيس ميكر. احنا هنا بنشوف مناقشه بتحصل ما بينهم هما الاثنين، علشان ده في النهايه نشوف ان يحصل ما بينهم هما الاثنين معركه. طيب الخوذه هنا بتاعت بيس ميكر خلينا نقول عليه مثلا الجديد بيأمرها ان هي تطلع اسلحه، والاسلحه دي تروح تضرب فعلا شخصيه بيس ميكر بتاعنا، واللي بصراحه كانت حركه صايعه جدا. يعني خلينا نقول الاسلحه دي مش بتضربه ضربه وخلاص على كده، لا ده بتضربه وبتفضل فعلا تقطع في جسمه. في نفس اللحظه بنشوف ان بيس ميكر بيحاول فعلا يفتح البوكيت يونيفرس مره ثانيه علشان خاطر يحاول يهرب، وده بالفعل اللي بيحصل، ولكن بيسيب الباب مفتوح، وده اللي في النهايه بيدخل شخصيه بيس ميكر بتاعت عالم الدي سي يو او خلينا نقول عليه مثلا الجديد للبوكيت يونيفرس فعلا. وهنا بقى المفروض هيحصل ما بينهم معركه، ايه اللي ممكن يحصل بعد كده لحد دلوقتي محدش عارف بالظبط.
بس انا بصراحه مستبعد نقطه ان مثلا بيس ميكر بتاعنا مثلا بتاع العالم السينما القديم يقتل بتاع الجديد وياخد مكانه، لان الواضح مش ده اللي ممكن يحصل اصلا في احداث المسلسل. خلينا نفترض ان مثلا شخصيه ريك فلاك سينيور هي كانت موجوده اصلا في العالم السينما القديم، وفعلا المطارده دي ممكن تحصل في العالم السينما القديم لحد ما في النهايه يوصل للعالم الجديد، واللي برضه هناك هنلاقي نفس الشخصيات. ممكن فعلا حاجه زي دي تحصل، ولكن برضه في النص خلينا نقول ان بيس ميكر هيلاقي فعلا بعد، والبعد ده هيلاقي فيه كل حاجه زي ما هو كان بيتمناه بالظبط. لا وكمان هيلاقي هناك نفسه بطل. بس طبعا حاجه زي دي مش هتكون دايما، لان في المقابل اكيد هيكون في عواقب كتير. طيب هنا بقى زي ما شفنا كده ابعاد كتيره ممكن تتقدم معانا في الموسم الثاني من بيس ميكر. تقدر حرفيا تتخيل اي حاجه ممكن تحصل بسبب الابعاد التانية دي، زي ما لسه قايل لك نظريه من شويه حوالين البارت الاول من فيلم شازام. وده اللي يخلينا بقى نقول سؤال مهم جدا، وهو ماذا لو ضمينا شخصيه فعلا كنا عاوزينها ضروري في عالم الدي سي يو عن طريق البوكيت يونيفرس؟ ولو قلت لي زي مين بالظبط، خليني اقول لك بكل بساطه باتمان بتاع روبرت تانسون. وانا هنا مش قصدي يعني ان خلاص بقى انا متفق فعلا على الموضوع ده وان انا محتاج روبرت تانسون يكون هو باتمان عالم الدي سي. وانا بديك مثال، يعني يكون موجود من خلال واحده من البوابات او الممرات دي لعوالم وابعاد تانية، وبكده يثبتوا ان الشخصيه دي موجوده فعلا، وان احداث مسلسل بينجوين وكمان فيلم باتمان حصلت في العالم ده، ولكن مش مضطرين يرجعوا يحكوها تاني او حتى يركزوا عليها. ببساطه يدخلوا باتمان بتاع روبرت باتانسون وكانه كان موجود من الاول. ولو في حاجه بقى عاوزين يغيروها يقدروا فعلا يضيفوا تفاصيل صغيره. ولو حد سأل ليه ما شفناش سوبرمان وقت احداث باتمان، فخلينا نقول ان الاجابه بسيطه، لان سوبرمان ما كانش ظاهر للعالم لسه، هو بقاله 3 سنين بس نشط وبيشتغل كبطل، ولكن باتمان بقاله 4 سنين ونص او يمكن كمان 5 سنين. فيعني خلينا برضو نقول ان الموضوع بسيط وممكن فعلا يتعمل. وانا شايف ان البوابات دي والابعاد التانية ممكن تكون المفتاح ان هم يثبتوا اي حاجه ككانون في اي وقت هم فعلا عاوزينه. ويمكن ده بيرجعني للتصريح اللي جيمس جان قاله من بقاله فتره طويله، لما نظبط عالم الدي سي يو هنقدر نرجع مره تانية لعالم السينما القديم ونحاول فعلا نعدله. ففعلا دلوقتي تقدر تتخيل اي سيناريو ممكن يحصل. بس خلينا الاول نشوف الموسم الثاني من بيس ميكر وازاي فعلا هيقدر يقدم الابعاد التانية دي الاول، وبس كده خلينا ننتظر ونشوف.